تبقى نتكلم على زيزو. زيزو امبارح ضيع ولكن زيزو امبارح في وجهة نظري قدم مردود فوق الهايل في المركز اللي لعبه فيه ريبيرو، المركز اللي هو ايه رقم 10، انه يلعب في قلب الملعب في نص الملعب، هو اللي جايب ضربة الجزاء، عمل اداء جيد جدا، عمل مردود جيد جدا في انه يعمل اوفرلود ناحية الشمال تحديدا، عمل مستوى جيد بالنسبة لزيزو. واعتقد ان زيزو من هذه البطولة بقى اساسي في حسابات ريبيرو، يعني بقى واحد من اللعيبة اللي ريبيرو خرج من المعسكر ده وهو خلاص يعني مقتنع ان زيزو لعيب اساسي معايا، هيلعبوا بقى جناح، هيلعبوا في نص الملعب، بس زيزو موجود مش هيطلع من الملعب، لانه امبارح اثبت لريبيرو انه كجناح هيبقى موجود وهيبقى مؤدي وهيبقى مؤثر، وكخط وسط نفس القصه، هيقدر يبقى مؤثر ويقدر يقدم له المردود الفني اللي هو عايزه، خاصه خلي بالكم مع نقطه ان امام عاشور غايب، فهو امبارح لعب له الدور اللي ممكن يكون كان هو منتظره من امام عاشور، فهو نزل زودهوله، اداله نفس المردود الفني اللي هو من ناحيه، طبعا لسه زيزو ما وصلش لنفس العنفوان اللي كان فيه امام عاشور الموسم اللي فات، ولكن انا في وجهه نظري باللي انا شفته لا هو احسن. لو هتيجي تقول لي مين البديل اللي ينزل مكان امام عاشور، لا اقول لك زيزو في المكان اللي نزله فيه روبيرو امبارح.